السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم حبيباتي راح نديرو مع بعضنا كوموند هنا صغيرة برك تاع كاطو تاع 30 حبة. هنا يعني درت موديل رائعين، طعم رائع، منظر راقي. هنا صابلي بريستيج هنا محشي بالطوفيا كراميل والكاوكاو، وهذايا لي كورني هذوما محشيين بالكاوكاو والشوكولا لي طلي. يعني المنظر تشوفوا فيه والطعم يعني رائع. هنا حبيت نقدم لكم يعني الوقت قياسي، مولاتهم طلبتهم جابتهم اليوم حبتهم غدوة. حبيت نعطيلكم طريقتي يعني في الخدمة باه تجيك سهلة وسريعة، تنظمي طريقة العمل تاعك باه تحصلي على نتيجة مليحة في وقت قياسي. يعني اللي تكون مزروبة ولا حاجة تتبعني بركة ان شاء الله تستفاد مني. اللي عجبها هنا الفيديو تعملي لايك، اشتراك في القناة ليصلها كل جيد ومضمون. هنايا حطيت لكم السعر تاع الحبة، مي حطيته في اخر الفيديو ولا في الوسط تعرفوا السعر تاع الحبة. نتمنى متابعة شيقة ونبداو. نبدأ بمكونات الصابلي. هنا الكمية قليلة، أول مرة نخدم كمية قليلة كيما هكا. عندنا 125 غرام زبدة بحرارة الغرفة، هنا معستها باش تذوب لي شوية. عندنا نصف كأس سكر ناعم، بيضة واحدة، واحد 300 غرام فرينة، ربع كأس زيت، نصف ملعقة حليب جاف على راس المغرف كيما هكا، خميرة كيميائية يعني قريب نصف ملعقة، أقل شوي من نصف ملعقة، ونصف ملعقة فانيلا. نبدأ هنا نذوب السكر تاعنا مع الزبدة. ذوبنا الزبدة تاعنا مع السكر هنا كيما مكونات الصابلي العادي. هنا نديرو البيضة. هنا نورمالمون في الكيلو تاع عفوا في الرطل 500 غرام تاع الزبدة نعملو 2 بيضات و2 صفار. هنا ما عنديش كيفاه نقسمها، درتها كامله. نزيدو هنا نصف ملعقه ملحظه حليب جاف عفوا، نزيدو ربع كأس تاع الزيت، نصير هنا الفرينه تاعنا، نزيدو الفرينه تدريجيا مع نصف ملعقه صغيره تاع الخميره. نصيرو هنا باش تدخل لها الهواء ونخلطو بشويه. هنا الصابلي ديما نقول ما نعجنوش ونلموه فقط. نحصلوا على عجينه طريه بهذا الشكل، نحلوها كيما هيك فوق ساشي او ميكاك ونخشين شوي باه ما تمصلناش الفرينه في كل مره، تبقى محافظه على الزيوت اللي فيها. نقطعوا بالقالب هذا، نقطعوا يعني الشكل تاع القلب او الموتيف اللي حابه تعمليه. نحطوا ورق الزبده في بلاطو ولا تدهنيه وترشيه بالفرينه ونشكلو نحطوه يطيب. هنا ما يديناش مده طويله، يطيب خفيف بركه، المهم يطيب لنا اصفر ونرجعوا لكم. بعد ما كملنا قاطو ليكور دركا نبداو في لي كورني. عندنا 250 غرام زبده، رشه ملح، بيضه، قريب 500 غرام فرينه، المهم نحطو ونشوفو. عندنا ملعقتين كبيرتين تاع اكل سكر ناعم، وملعقتين كاكاو، تكون كاكاو المر البني يعني يعطي نكهه احسن من الاسود. نذوبوا الزبده تاعنا. دائما الزبده مليحه تكون بدرجه حراره الغرفه، انا هنا جبتها من الثلاجه. يعني نحركوها مليح مع السكر حتى نتحصلوا على خليط كريمي. نحصلوا على خليط كريمي قلنا كيما هكا. نزيدوا له البيضه، نزيدوا نحركوه مليح. قاعده نقطع لكم فقط التصوير باه ما يجيش الفيديو طويل. نصيروا هنا الفرينه باش تدخل لها الهواء، نديرو بشويه ونلمو حتى نتحصلوا يعني على عجين طري ما يكونش يابس.
دائما ما نعجنوش، نلمو. نحل العجينه تاعنا بالقلقال رقيقه بهذا الشكل. نجيبو لي سارسو كيما هكا، ونجيبو لي مول هذوما تاع لي كورني، نقطعو دوائر بالسارسو تاعنا، نهزو العجين بشويه، نديرو بهذه الطريقه. نقطعو شويه منه. القطوه هذا صدقوني يعني منظره راقي وطعمه رائع. بهذه الطريقه نسويوه شويه هكا ونحطوهم في بلاطو مدهون بالزبده ومرشوش بالفرينه، ولا بورق الزبده. فوق ورق الزبده نحطوه بهذه الطريقه يطيبوا لنا، ونرجع لكم يطيبوا بالخف حتى هما ما يحتاجوش يعني يبطاو في الطياب. هنا بعد ما طابلنا الكاطو تاعنا، يعني طابولنا الصابلي تاع القلوب، طابولنا لي كورني، نروحو نذوبو 300 غرام شوكولا بيضة على حمام مائي. هنا 300 غرام شوكولا بيضة، تلوحي فيها قطعة صغيرة هك برك شوكولا بني. انا ما عنديش هنا البني، عملت شوكولا نوار، هي من الاحسن تعملي البني باش يتكاسيلك شويه. الابيض يجيك شويه رايح للبيج، به من بعد كي تعملي عليه الملمع الغذائي تجيك لا كولير باهيه. دوري فوق الابيض ما يجيكش واضح مليح، فوق البيج يجيك احلى. كيما هكا نجيبو الليمون تاعنا هذوما تاع الكور، نحطو في كل قلب هنا ملعقه صغيره، نمشوها بشويه هكا الحواف. هنا اذا كان يعني الدنيا بارده فمثم تحكم لك لافورم تاع الكور، اذا كانت الدنيا سخونه خلي الشوكولا تبقى شويه هكا في الليمون حتى تحكم روحها، وبدي مشي للحواف كيما هكا. كل مره تكمليهم وتدو ترجعي تكمليهم وترجعي تزيدي دوري، تلقيه هنا من هنا لتحت جمد شويه، تزيدي تمشيه. المهم حتى تمشي الحواف هكا مليح، وترجع وتحطيها في المجمد تجمد لك ونجبدوها. في الاثناء اللي قاعده نخدم في الشوكولا ونحطها في المجمد، نحط الكاوكاو يتقلالي في الفور وشي هو السهله يتحرق لك، نقيه كيما هيك من القشور، تحطيه هكا في الميكسر هنا الموس، ترحيه هنايا نرحوه ونرجع نعتلكم عاود تحصلت كي نصيروا. بعد ما تقلاو ترحى الكاوكاو تاعنا، نحو الخشين كيما هيك نصيروه، نحو لي خشين نحطوه على جنب، والباقي نرحوه مليح حتى يولي لنا هكا رقيق، باه نحشو به لي كورني ونحشو به القلوب تاع الشوكولا. هنا القلوب تاع الشوكولا انا حبيت كنت راح نعملهم بالنواد كوكو والكاوكاو، مولاتهم ما تحبش نواد كوكو، هنا راح نعمل بنواد كوكو عفوا الكراميل. هنا ما تحبتش، هنا ندير النواد كوكو، ندير كاوكاو مع الكراميل، نخلط هنا مليح الكاوكاو مع الكراميل، يعني كميه صغيره هكا على ذيك الكراميل جيد شويه، تميزي بعينك حتى تتحصلي يعني على عجينه هك شوي تقدر تحكمي فيها، تعمليها تهزيها بالمغرف وتحشيها. هنا الوصفتين هذوما ساهلين تعمليهم يعني في وقت قصير. بعد ما خلطنا الكاوكاو والكراميل، تخلط الكراميل تاعنا كيما هكا، نحطوه نزيدو نروحو هنا الحشو تاع الكورني. هنا يعني تقدري تعملي كل حاجه وحدها، انا هنايا
نحب نستغل الفرصة باش نقلي فرد مرة الكاوكاو، نفرغ فرد مرة. هنا تعملي واحد 4 ملاعق شوكولا للطلي، وتعملي معاهم هنا عفوا 2 ملاعق كبار كاوكاو، وملعقة معمرة مليح كيما هكا زبدة، هنا باش تطريلك وتخليلك الحشو يعني يمشيلك في البوشادوي. كيف نخلطوهم مع بعضهم ونرجع لكم. تحصلنا خليط يكون كيما هكا يقدر يمشي قلنا في البوشادوي. هنا بعد ما كملوا القلوب تاعنا تاع الشوكولا بهذا الشكل نديموليوهم ونجيبوا الحشو، نحطوا كمية من الحشو تاع الطافية مع الكاوكاو هكا في القلب، ونحطوا فوق طبقة الصابلي. هنا تحطي من الجهة هذه اللي تجي من البلا هي الموالية الوجه، لأنها من بعد راح تتغطى الماء بهذا الشكل. نديروا حبة أخرى، تهزي كمية مليحة هيك تمليها قلنا، وتجيبي قلب تحطيه، هي تلصق وحدها يعني مش محتاجة اللاصق، لأنه الطافية يعني معروفة هي تلصق بهذا الشكل. نكمل الحبات ونرجع لكم. كملنا حبيباتي، هنا حشينا القلوب تاعنا، جوني 31 حبة. نروحوا للشوكولا نحطوها في بوشادوي، الشوكولا هذه اللي كنا خلطناها بالكاوكاو نحشو بها لي كورني. هنا ما نحطها في الساشيه تاع الحليب تاع الساشيات. نجيبوا لي كورني تاعنا ونحشوهم بشويه بهذه الطريقه. من الاحسن انها الفتحه تكون اقل من هذه، قلت انا هنا ما عنديش الساشيه تاع الحليب. نحشوها كيما هكا ونرجع نكمل نحشي الحبات كامل ونرجع لكم. كي كملنا حشينا الكاطو تاعنا، هنا نذوبوا 250 غرام شوكولا نوار، من الاحسن انها تكون نوار احسن من البني. نضيفوا لها نذوبوها على حمام مائي، نضيفوا لها 2 ملاعق اكل تاع زيت، ونضيفوا لها 2 ملاعق كاوكاو مقلي ومنقي مرحي، هذا اللي كنا نحيناه قبيله الخشين شويه. هنا الكاوكاو انت واش تحبي، اذا تحبي الحشو تاع عفوا الكلاصاج تاعك يعني فيه ياسر الحبيبات تكثري شويه، اذا كهكا يعني هو الايديال. يعني تعملي 250 غرام شوكولا، تعملي معها 2 ملاعق زيت و2 ملاعق معمرين كاوكاو خشين. هنا نجيبو الحبة تاعنا نحطوها هكا فوق شوكة، نهزو الحشو ونحطو عليها عفوا الشوكولا، نحطو عليها من فوق، تضربيها ضربة خفيفة هيك فقط وتحطيه حتى يجمد لك. نكملو نخدمو القريصة تاع الارابيسك ونلصقوها كيما هكا حبيباتي. كملنا الكاطو تاعنا تاع القرطاس، نتلاقوا به في صحن التقديم. كملوا ونرجع للكاطو تاع القلب. نخدموا هنا قريصات تاع الارابيسك، هذوما كنت خدمتهم معاكم قبل. نجيبوا شويه نتاع الشوكولا نديروا لهم كيما هكا ونلصقوا هنايا. يعني الحبه من الكاطو هذا تاع الكورني ب6000، السلعه كامل من عندي 6000. يجيك واجد بيه بليكيسات بالفولار. نتمنى اللي عجبتها الوصفه تعمل لي لايك، اشتراك في القناه ليصلها كل جيد ومضمون.
نرجعوا دركا للقلوب تاعنا. دوختكم معليش شويه تاع نروح ونرجع مي معليش اللي تبعت معايا من الاول راح تكون لها طريقه سهله يعني وعمليه اكثر من انك تعملي بالحاجه. هنا هذه هنا اللي عندها وقت قصير ما يعني ملزوزه تستعمل طريقتي هذه. هنا عندنا الملمع الغذائي هذا الدوري، انا نستعمل قطنه هنا يعني جربت بالبانسو ما تجينيش نفس النتيجه. هاي اللي قلت لكم عليها في البدايه تاع الفيديو انه كي تعود الشوكولا بيضه تعملي فوق منها الدوري ما تخرج لكش لا كولير يعني لماعه هكا مليحه كيما هكا راح تخرج لك لا كولير باهيه. نكملوا نديروا الحبات تاعنا هذوما بالملمع بهذه الطريقه هذه. الحبه هذه هي ب5000 كيف حتى هي بالكيسات والفولار تاعها. نتمنى تكون عجبتكم طريقتي، تعملوا لي لايك واشتراك في القناه. هنا نكمل معاكم مره واحده. هنا نديروا بالمعجون معجون المشمش على الحواف بهذه الطريقه يعني تقيسي الحبه من الحواف حاولي ما تقيسيهاش بصبعك من هنا به ما يتلبزلكش الملمع الغذائي. تقيسيها كامله بالمعجون هكا على الحواف. الكاوكاو اللي كنا قبيله تبقى لنا تعملي بهذه الطريقه الحواف بنين. القاطو هذا فوق من منظره يعني مليح حتى بنته ما عندك ما تقولي فيها. هنا حبيت نكمل معاكم المرحله هذه ومن بعد نرجع. هذه الازهار خدمناها بلا باتا سكر تحليها بنشابه ما تقلقكش في الخدمه وتعاونك. ولصقناها بالشوكولا او المعجون بشوكولا بيضاء او معجون المشمش في القلوب. زدنا زينا بحبه شركه كيما هكا دوري حتى هي لصقناها بشوكولا بيضاء. كيما كمل الكاطو تاعنا نحطوه في الكيسات شهيه طيبه وبصحه مولاتو.